حد الردة من أكتر المسائل اللي بيساء فهمها تماما. كتير جدا من الناس بتتصور إن في تعارض وتناقض صريح بين هذا الحد وبين القرآن وسماحة الإسلام وحرية الاعتقاد وهكذا. والكلام المنتشر دايما بيكون كالآتي: مفيش آية واحدة في القرآن بتذكر حد الردة، كل الأدلة عليه جاية من السنة فقط. القرآن بيقول لا إكراه في الدين، بيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بيقول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. طيب جميل قوي، يعني أنت عايز تقول إن في تعارض بين الحد ده وبين القرآن. طيب ركز بقى معايا نشوف هل في فعلا تعارض ولا مفيش. خليني في البداية أوضح حاجة مهمة جدا جدا، وهي إن الفيديو ده ماهوش تأصيل فقهي، يعني أنا مش هناقش فيه هل الحد ثابت ولا لا وحجية السنة النبوية وكده، لا، الكلام ده له فيديو تاني بإذن الله مستقل هنثبت فيه كل حاجة بالأدلة. الفيديو ده عبارة عن تبسيط ذهني فقط لمحاولة فهم ليه أصلا حد الردة موجود، وهل بيتصادم فعلا مع القرآن وحرية الاعتقاد وسماحة الإسلام والحاجات دي ولا لا. لنفرض إن في شخص مسلم وعايش في دولة إسلامية، وللأسف سمع له كام شبهة وما كانش عنده علم كافي، وبالتالي قرر إنه يترك الإسلام وبقى يستشهد علينا بآيات زي لا إكراه في الدين ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومتخيل بالخطأ طبعا إن الإسلام بيدي حرية مطلقة في الاعتقاد. الشخص ده قدامه حالين اتنين ملهمش تالت. الحال الأول هو الكفر الداخلي، يعني إنه يترك الإسلام لكن بينه وبين نفسه، فهيعيش حياته عادي، لا هيصلي ولا هيصوم، حتى لو قضى يومه كله شتيمة في الإسلام، المهم إنه يكون بينه وبين نفسه، يعني في نطاقه الشخصي، ومحدش مننا هيعرف ولا حد هيسأله ولا حد هيفتش في قلبه، لأننا شرعا مأمورون بالأخذ بالظاهر فقط، أما الباطن فحسابه على الله. في الحالة دي هو يقع تحت سلطة الله المباشرة. هتقول لي يعني ايه سلطة الله المباشرة دي؟ هقول لك هتفهم كل حاجة حالا دلوقتي، بس خليك معايا معلش. بالتالي حسابه مؤجل إلى يوم القيامة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه، محدش يقدر يتدخل في حكم الله أبدا. الحالة الثانية بقى هي الكفر المعلن، يعني إنه يخرج بكفره للمجتمع ويعلن تركه للدين، وزود بقى عليها نشر الأفكار وجدال العوام والسخرية والتهجم وهكذا. هنا هو انتقل من حالة لحالة مختلفة تماما، والحالة دي هيقع فيها تحت سلطة الله غير المباشر. طب يا ترى ايه الفرق الجوهري بين الحالتين دول؟ الجواب: الفرق بينهم مش في الكفر نفسه، لأنه هو في الحالتين هيكفر، إنما الفرق في إظهاره للكفر. في الحالة الأولى الضرر واقع على الشخص نفسه فقط، إنه في النهاية هيدخل النار، لكن في الحالة الثانية الضرر ممتد للمجتمع ككل. وهنا بقى لازم نفهم فكرة سلطة الله المباشرة وسلطة الله غير المباشرة. شوف يا سيدي، سلطة الله على العباد نوعين اتنين، وده طبعا تقسيم ذهني للتقريب. يعني النوع الأول سلطة مباشرة، النوع الثاني سلطة غير مباشرة. خلينا نضرب مثال هيوضح لك الفرق بينهم بكل بساطة. لنفرض إن في شخص زنى بامرأة والعياذ بالله، لو الفعل ده حصل في الخفاء ومحدش شاف ولا حد عرف، فهنا يقع تحت سلطة الله المباشرة، يعني منه لله على طول، مفيش تدخل من السلطة الشرعية الحاكمة. بكل بساطة الفعل ده أصلا حصل في الخفاء، يعني محدش عارف عنه حاجة، فاحنا هنحاكمه على إيه؟ ما احنا ما نعرفش حاجة أصلا. وطالما ربنا بس اللي علم هذا الفعل، فربنا سبقت منه كلمة إنه مش هيعجل للناس حسابهم وعذابهم في الدنيا، إنما هيأجل الحساب والعقوبة ليوم القيامة، شريطة أن يكون الفعل مستورا، لأنه يمكن صاحب الفعل يرجع ولا يتوب ولا يتغير حاله وهكذا. لكن لو الفعل ظهر وثبت وتم التأكد منه عند ولي الأمر، ساعتها الفعل انتقل من سلطة الله المباشرة إلى سلطة الله غير المباشرة، يعني السلطة اللي ربنا مكننا منها كولاة الأمر وادالنا المنهج اللي هنمشي عليه ونحكم بيه، يعني كده كده هو واقع تحت سلطة الله. الفكرة كلها في تغيير الشكل الخارجي مش أكتر، ده علشان نحافظ على المجتمع ككل مش على فرد واحد فقط. وبالتالي حكم الله في هذا الشخص الزاني بعد التأكد طبعا من فعله بطرق الإثبات الممكنة هو إنه يجلد 100 جلدة، مصداقا لقول الحق في المنهج اللي هو القرآن: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب هل ربنا هينزل بنفسه يقيم عليه الحد أو يبعت ملك مثلا؟ الجواب طبعا لا. أمال مين بقى اللي هيقيم الحدود ويطبق المنهج؟ ولاة أمور المسلمين اللي ربنا فوضهم بتطبيق الشرع. الأحكام دي بتكون حماية للمجتمع وردع للفساد، زي مثلا فكرة السرقة، لو الشخص سرق ولم يكشف حسابه عند الله، ودي كده سلطة الله المباشرة. طب لو سرق واتكشف وثبتت الجريمة واتمسك، يعاقب دنيويا من السلطة الحاكمة وفق منهج الله. لماذا؟ لأن الجريمة لم تعد فعلا شخصيا مستورا. ممكن حد يقول لي لا معلش ثانية، السرقة والزنا والحاجات دي كلها أفعال مادية، وأنا أفهم إنك تحاسبني عليها بحساب أو بعقاب مادي، إنما الكفر ده مجرد فكرة، المفروض إنك تواجهها بالفكر فقط، فإزاي عايز تحاسبني على فكرة بعقاب مادي؟ الجواب:
لو انت مفكر ان الفكر اقل ضررا من الفعل تبقى غلطان. الافكار اخطر بكتير جدا من الافعال. عارف ليه؟ لان الفعل اساسا في اصله كان فكره، والفكره الواحده لو انتشرت تصنع افعال جماعيه. وخلينا اديك مثال بسيط جدا يوضح لك الفرق بين الاثنين بكل سهوله. لنفرض ان في شخص تعرض لتربيه قاسيه جدا في صغره، بالتالي كون قناعه ان التمرد على الاباء هو الحل وهو الصواب. لو الشخص ده احتفظ بالفكره لنفسه او طبقها على نفسه فقط فحسابه على الله وخلاص، احنا مش هنتدخل بعقاب. لكن لو بدا ينشر الفكره ويكتب بوستات ويعمل فيديوهات ويحرض الشباب ويهدم لي مفهوم الاسره، هنا السلطه الحاكمه ملزمه بالتدخل، على الرغم انها فكره اهو مش فعل، لكن علشان الفكره دي هتؤدي لافعال كارثيه. فالتدخل هنا مش علشان هو فكر، لا، التدخل لانه هدد المجتمع باظهار فكرته تلك. افترض معايا ان في 100 اسره ولا 1000 اسره سمعوا كلامك وتاثروا بيه، والابناء تمردوا على ابائهم والبيوت خربت، وجيت انت يا صاحب الفكره بعد كام سنه اتجوزت وخلفت ولقيت نفسك بتعمل في اولادك نفس اللي ابوك كان بيعمله فيك، فابتديت تفهم ان ابوك كان بيعمل فيك كده بدافع الحب والخوف مش بدافع الكره، فنضجت وتراجعت عن كلامك وافكارك اللي كنت بتقول بيه زمان. مين بقى يحاسب على الاسر اللي باظت دي؟ عشان كده كان لازم يكون في قوانين تلحق الضرر قبل ما يصيب المجتمع، اللي هي في الطب بيسموها الوقايه، واللي بيحطوها قبل العلاج. لكن لو الشخص ده كفر بس بينه وبين نفسه في قلبه يعني، وعاش حياته عادي وما حاربش المجتمع ولا اعلن ولا سخر ولا حرض ولا الكلام ده خالص، فالاسلام مش هيتدخل اصلا. ما عندناش شرطه قلوب تروح تفتش في قلوب الناس زي اللي حصل للمنافقين في المدينه على عهد النبوه، كانوا يظهرون الايمان ويبطنون الكفر والنبي كان عارف، لكن النبي ما عاقبهمش وقبل منهم ظاهر اسلامهم. ممكن واحد يقول لي طب افرض يا اخي انا كفرت واعلنت كفري لكني لا حرضت ولا اسأت ولا سخرت ولا هددت بقى قيم المجتمع وكيانه ولا الكلام الكبير ده خالص. هقول لك لا معلش، في نقطه غايه في الاهميه لازم تنتبه ليها، وهي ان منهج الله قائم على حاجة اسمها صيانة الاحتمال. يعني بيحط القوانين اللي الكل بيبقى عارفها علشان يحمي المجتمع من الخطر قبل وقوع الخطر نفسه. زي مثلا قانون القصاص اللي هو في أصله موت، من قتل يقتل. العجيب إن ربنا لما تكلم عنه في سورة البقرة قال ولكم في القصاص حياة. الله، حياة ازاي يا رب إذا كان هو أصلا قانون إعدام؟ قال لك طب كمل بس الآية كده هتلاقي الحق يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يعني يا أصحاب العقول السليمة أنا بكلمكم ركزوا شوية في الآية بلاش السطحية. فهمت يا رب، أنت تريد أنك تقول لنا يا رب إن إعلان قانون القصاص وتشريعه هو في باطنه عبارة عن حياة لنا مش موت، لأنه بيحفظ الحياة عن طريق صيانة الاحتمال. إزاي بقى؟ أنا أقول لك، أنا لو في واحد مضايقني وقررت إن أنا أروح أقتله، لما أفتكر قانون القصاص اللي ربنا شرعه أنا طبيعي هبقى خايف إن أتمسك واتقتل بفلان اللي أنا عايز أروح أقتله ده، وبالتالي أنا هخاف وهرجع عن فعلي، وبالتالي علشان أحافظ على حياتي اضطريت اني احافظ على حياة فلان اللي انا كان نفسي اقتله ده، ويبقى احنا الاثنين حياتنا اتحفظت. يبقى القانون وان كان في ظاهره موت الا انه في باطنه حياة. صدقت يا رب. اهو كذلك حد الردة بالضبط، طالما انت وصلت لمرحلة اظهار ردتك يبقى انت فارقتنا خلاص وما عادش ولاءك لنا، وبالتالي ممكن جدا تعمل اي حاجة تدمر بها مجتمعنا من غير حرج. وبالتالي علشان الدين يحمي المجتمع منك ويجبرك انك تخلي الفكرة دي جواك شرع هذا الحد صيانة للمجتمع من الخطر المحتمل. ممكن تقول لي طب فين بقى حرية الاختيار وسط الكلام ده كله؟ اللي هي الحرية اللي ربنا في القرآن كفلها في آيات كتيرة، زي مثلا قول الحق فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هقول لك أولا هي الآية بتضمن لك حرية الاختيار لكن مش على إطلاقها كده، لأن بعدها على طول الحق يقول إنا أعتدنا للظالمين نار. يعني أكنه بيقول لك اختار اللي أنت عايزه لكن في نتيجة مترتبة على كل اختيار هتتحملها، يعني هتتحملها. مفيش حرية نهائي من غير تحمل للنتيجة المترتبة على أفعالك ضمن نطاق الحرية، إلا تبقى العملية بقى تهريج وعبث. وبالتالي الآية فعلا ضمنت لك الحرية اللي انت عايزها، لكنها تقع تحت سلطة الله المباشرة اللي هو حريتك في انك تكفر بس بينك وبين نفسك. وده طبعا واضح جدا ان انت لو كفرت بينك وبين نفسك مفيش مثلا صاعقة من السماء هتنزل عليك، ولا ربنا هياخد روحك ولا هيبعت لك ملك يعاقبك، مفيش الكلام ده. وبالتالي الحرية اللي انت عايزها مكفولة تماما والعقوبة مؤجلة. ومن الاتجاه ده تقدر تفهم كل الآيات اللي ربنا تكلم فيها عن الردة بعد الإسلام والكفر بعد الإيمان، أنها تقع تحت سلطة الله المباشرة. إن هو واحد مثلا كفر بينه وبين نفسه أو خرج من الدولة وبعد خطره عن المجتمع وكفر بقى في مكان تاني، دي كده اسمها القاعدة العامة أو الاتجاه العام اللي الآيات بتتكلم في سياقها، واللي تم تخصيصها والاستثناء منها من النبي بحد الردة. علشان الأمر ده لو ظهر في المجتمع الإسلامي يبقى الدين واخد خط دفاع كصيانة احتمال، ولذلك أنت لو أظهرت ردتك هتلاقي الحكم على طول بيتغير عليك طبعا لتغير المفسدة. زي بالضبط اللي يتعرى في بيته هو حر براحته في بيته، لكن لو عملها في الشارع يتعاقب على طول. وحتى في الردة المعلنة
الشخص مش بيتعاقب على طول، لأن التنفيذ أصلا بيد ولي الأمر والقضاء الشرعي فقط. فالأول تقام عليه الحجة وتفتح له أبواب الحوار كاملة وتناقش شبهاته مهما كترت. ممكن يكون جاهل بمسألة ما أو عنده شوية شكوك أو الدنيا دخلت في بعض عنده، وارد، وبالتالي لو عاد حقن دمه وانتهى الأمر. حتى لو عاد بالظاهر بس مش مهم، ملناش دعوة بالباطن. لكن لو أصر بعد البيان والحجة وعاند واستكبر، خلاص يبقى هو اللي اختار بنفسه. أنا ما بقاش عارف العقوبة إيه وأروح أعملها وبعدين أقول بتعاقبوني ليه؟ ما أنت عارف. بالتالي هنا هو انتقل من سلطة الله المباشرة المؤجلة إلى سلطة الله غير المباشرة المعجلة. واخيرا لازم تفهم حاجه مهمه جدا، وهي ان العمليه ما هيش دمويه بقى وعنف والكذب والتدليس ده. انك لو تاخد بالك ان الكافر الاصلي اللي هو ما دخلش الاسلام يعني طول عمره اصلا، ده عايش معانا 100 وملوش علاقه بالحد اصلا. الحد ده فقط للي دخل الاسلام ثم ارتد عنه واعلن ردته. الدين هنا بيحط قيود صارمه جدا على اعلان الكفر بعد الاسلام. طب مش ده دليل على ضعف الدين وضعف العقيده بقى والكلام ده؟ الجواب لا طبعا، وملهاش علاقه. وخلينا اضرب لك مثال هتفهم بيه. قول لي مثلا انا اضمن منين ان في واحد مدلس منافق مدسوس وسطنا علشان يمثل علينا تمثيليه؟ فهيعمل نفسه الاول ان هو بيحب الدين جدا وجاي مقتنع قوي بالاسلام وعايز يدخل بقلب جامد، وبعد شهر شهرين يرتد ويقول لك لا انا لقيت الدين ده وحش والعقيده غير مقنعه والمسلمين تعاملهم وحش وهكذا. ومش هو بس اللي يعمل كده، لا ده هيبعتوا واحد تاني والتالت ورابع وتبقى شغلانه على اساس يشككوا المسلمين في دينهم ويدمروا وحده المجتمع الاسلامي. اضمن انا منين بقى ان اللي داخل وطالع ده داخل عشان يلعب ويأذيني، مش طالع علشان فكره هو فعلا؟ اهو عشان الدين يمنع التمثيليات دي واسباب تانية طبعا شرع هذا الحد اللي يحمي المجتمع تماما. انا ما بقولكش هاجي بات معاك في البيت عشان اعرف انت بتصلي ولا لا ولا انت مؤمن ولا لا. انا بس اللي بقوله ما تعلنش باي شكل من الاشكال ان انت قررت تترك الاسلام. لذلك هتلاقي الفقهاء فرقوا بين حاجه اسمها الرده المجرده والرده المغلظه. الرده المجرده دي يعني الشخص مجرد ارتد، بس التعامل معاه بيكون اهدى بكتير من النوع الثاني اللي هو صاحب الرده المغلظه، اللي هو ارتد لكنه نازل تحريض على الرده وسب لله ورسوله وللقران وسخريه وشتيمه واستهزاء وهكذا، مع انه نفس الحد لكن ده له تعامل وده له تعامل تاني خالص. زي الفرق بين خيانه الدول في حاله السلم وفي حاله الحرب، هي نفس الفكره بالضبط، بس في قوانين البشر تبقى حلوه وعليها سكر، اما الاسلام يبقى كخ على طول. صح؟ الفكره في اصلها ليست دمويه ولا عنف ولا الكلام ده، الموضوع هو تشريع لحمايه المجتمع الاسلامي فقط. فالحاصل هو ان الاسلام لا يكره احدا على الدخول فيه، امتثالا لقول الحق لا اكراه في الدين، ولا يفتش في القلوب نهائيا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اومر ان اقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم. وبالتالي الاسلام يكفل حريه الاعتقاد لكن بشرطين اتنين، الاول انه يكون بينك وبين نفسك، الثاني انك تبقى عارف نتيجه قرارك ده في الاخره وتتحملها حتى لو ما كنتش مصدقها في الدنيا، المهم انك عارفها. لكنه لا يسمح ابدا بتحويل الحريه دي إلى أداة تهدم وتهدد كيان المجتمع الإسلامي، ولا يسمح بالاستخفاف بالعقيدة أو بالدين، ولا بزعزعة استقرار الأمة باسم الحرية. الحرية مكفولة ما دمت لا تفسد غيرك، أما إذا تحولت الحرية إلى سلاح فساد حكم الله يتدخل لحماية المجتمع، وده هو الفرق بين سلطة الله المباشرة وسلطة الله غير المباشرة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدي وحبيبي ونور وجهي وتاج رأسي وسيد الدنيا كلها وسيد ولد آدم وسيد التلاحيد غصب عنه رسول الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. نحن لكم بالمرصاد بإذن الله الواحد لآخر نفس في الدنيا.